طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وطوينا بيدينا صفحة طالت علينا، وطوينا بيدينا صفحة طالت علينا، وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع، وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع. طلع البدر وسمنت الشارب لديها وشياح، وانجاب عن جانبها كل ملة ورزية، وقرض السعي قرب عشها اليوشاع. فقام على قدمه في 3 ومشى في 5 وقول في 9 من الشهور بإصلاح مثل خواه، وشق الملكان صدره الشريف لديها، وأخرجا منه علقة دموية، وأزالا منه حق الشيطان وبالفجر غسلاه، وملأه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطه وبخاتم النبوة ختماه ووزناه، فرجع ب1000 من أمة خيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صغاه. ثم ردت إلى أمه وهي غير سخية، حذرا من أن يصاب بمصاب كانت تخشاه، ووفت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الربيع، فحباها من حباء الواحدة محلاه، وقامت عليه في يوم حنين، فقام إليها وأخذت الأريحية، وبسط لها صلى الله عليه وسلم من ردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد عدهما في الصحابة جمع من خطاب الرواع. ثم قال
التي زوجها صلى الله عليه وسلم بعد زيد بن حارثة مولاه، وأدخلته على عبد المطلب فضمه إليه وأقبل وعد رضيه وقال إن لي في هذا لشأن عظيم فباخ من وقاه وولاه، ولم تشك في صباه جوعا ولا عطش قط نفس أبيه، وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه. ثم قال لمن سلك بعينه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم، فحق لديه ما ظنه وتوفاه. وقال لمن سلك لا تفارقه معه صدق وعزم وحسن قوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة السيدة الرضية لتشم من الإيمان به طيب الرياح، وخطب أبو طالب وأتى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى بمحامد ثانية وقال هو والله له نبأ عظيم بعد يحمد فيه مسراه، فزوجها